الخير مشاهدينا، أهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة لهذه الليلة ولصبيحة الغد. إذا ما زلنا دائما مع سلسلة الاضطرابات الجوية التي تمس المناطق الشمالية وتكون مرفوقة إن شاء الله بكميات معتبرة من الأمطار ودرجة في درجة الحرارة وثلوج أيضا ببعض المرتفعات الغربية، خاصة بالعودة إلى هذه الليلة. إذا درجة الحرارة الدنيا منخفضة، تنخفض أكثر على المرتفعات أو الهضاب العليا الشرقية. قسنطينة الصيف قال ما ميلت بسة درجتين فقط تحت الصفر، أجواء باردة. درجتين فوق الصفر راح نسجلوها بالمرتفعات الوسطى إلى غاية المرتفعات الغربية. 4 درجات ستسجل بمرتفعات أو بمنطقة بشار الثورة حتى منطقة الأوراس، أيضا الوادي وورقلة نفس المقياس، في حين 3 درجات راح نسجلها بوسط الصحراء دار العين صالح تيمون إلى غاية وسط إليزي. 6 درجات تسجل بتيمدو في الجنوب الغربي على العموم حتى سواحل طرف عنبة اسكيك دلقالة جيجلوا بجاية. أيضا 10 درجات ستسجل بسواحل الغربية، 8 درجات بالسواحل الوسطى تقريبا نفس المقياس بالجلفة المسيلة وحتى الأغواط. 17 درجة راح نسجلها بمنطقة برج باجي المختار كأعلى مقياس، أما أقصى الجنوب 13 درجة تنخفض بدرجتين. بالنسبة إذن لصبيحة الغد بحول الله حالة طقس غير مستقرة، أجواء غائمة، سحب كثيفة تلتحق إلى غاية الولايات الشرقية للوطن، كميات معتبرة من الأمطار تشهدها جل المناطق الشمالية خاصة الوسطى والغربية. أما باقي الولايات الداخلية تبقى مغشاة جزئيا، أما شمال الصحراء ووسط الصحراء الجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب تبقى السماء صافية صحوة ومشمسة. بالنسبة لظهيرة الغد بحول الله وستبقى درجة الحرارة الدنيا فصلية مستقرة بالمناطق الساحلية، راح نسجل 16 درجة على طول الشريط الساحلي إلى 15 درجة. 10 درجات بمرتفعات سمسيلتير تغيليزان عين الدفلة والشلف تقريبا نفس المقياس بالهضاب العليا الشرقية والوسطى راح نسجل فيها 13 درجة. 13 درجة بالبيض وأنعمة تقريبا نفس المقياس الجلفة مثل الأغواط لغاية باتنا خشلة صقر راس قالما وأمبواقي حتى منطقة عين الناس وإليزي. 21 إلى 22 درجة تتراوح بكل من الجنوب الغربي الثورة وسط الصحراء إلى غاية المرتفعات الصحراوية وحتى أقصى الجنوب بثمن راس، أما أقصى الجنوب بعنقزام راح نسجل أعلى مقياس 28 درجة. لملاحة وصيد البحر مشاهدينا، البحر بحول الله يبقى مضطرب على السواحل الغربية والسواحل الوسطى، قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية بفعل الرياح اللي راح تكون غربية إلى جنوبية غربية بكل من السواحل الغربية وحتى السواحل الوسطى، غربية إلى أو جنوبية إلى جنوبية غربية بالسواحل الشرقية. سرعة الرياح هنا قد تتجاوز 40 كم في الساعة. أخذ كالعادة بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزائر العاصمة وبضواحيها. الشمس تشرق في تمام 7:57، الغروب يكون في تمام 6. لتفاصيل ومعلومات أكثر تابعونا على الموقع الإلكتروني الرسمي اللي يظهر أمامكم أسفل الشاشة. أشكركم دائما على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.